ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. معلش والله دخلت على اسبوع كده ما بصورش فيديوهات. بنتي تعبانه معلش يعني، وبعمل لها ورق عشان هتعمل عمليه زرع كوكعه، فيا ريت كلكم تدعوا لها ان ربنا يشفيها. فانا مش عارفه والله اصور لكم فيديوهات خالص ولا اشتغل، لاني بجد انا بطلع من البيت الساعه 8، برجع الساعه 5 قبل الفطار، برجع الساعه 3 يا دوبك اخش اوضب الفطار. فادعوا لي ربنا معايا وربنا يشفيها لي يا رب وادعوا لي كده من دعواتكم ليا ان شاء الله هي اللي هتقومنا بالسلامه. والله دلوقتي انا بعد الفطار وكده قلت اما اروق المطبخ معاكم كده حبايب قلبي. فايه، ادعوا لنا كده وتدعمونا بالله عليكم عشان القناه بتاعتي ما تقعش عشان انا دخلت على اسبوع ما بصورش غصب عني، ما فيش وقت ان انا اصور فيديوهات، وبنتي تعبانه وبتعمل اشعه وكده، فمش عارفه والله اصور لكم فيديوهات خالص. يا ريت تتابعونا كده وتدعمونا وتكتبوا لنا تليفوننا من انهي بلد. انا المواعين عندي بقى بعد الفطار الدنيا معلومه شويه. دي سجودة حبيبة قلبي، ماما ادعوا لها ان ربنا يشفيها وتسمع وتتكلم. هي عندها ضعف سمع يا حبايب قلبي، ومحتاجة عملية زرع كوكعة عشان تسمع تاني. ادعوا لنا كده ان ربنا يقومها بالسلامة يا رب. وانا والله ما عندي وقت اصور لكم فيديوهات لشغلي. ادعوا لي ان ربنا يطمنا على بنتي وافضلكم كده واصور لكم كل حاجة. يا ريت تتابعونا كده وتكتبوا لنا في الكومنتات انتوا بتتابعونا من انهي بلد، عشان خاطر قناتي ما تقفلش بالله عليكم، وهي بدعمكم هي هتبقى كويسة فيا ريت تتابعونا كده حبايب قلبي، حتى لو مش عشان خاطري انا، عشان خاطر سجود حبيبة ماما. والله انا بمشي حبايب قلبي الصبح بكون كل اللي في البيت نايم، يا دوبك جوزي بيروح يوصلني بسيب البيت بصوا يضرب يقلب كده، وربنا يبارك له جوزي اوقات بيساعدني، اوقات زي ما بروح زي ما باجي بلاقي البيت زي ما هو. ربنا يخلي لي جوزي واولادي ويشفيهم لي يا رب. يا ريت تدعمونا كده وتكتبوا لنا وتتابعونا من انهي بلد. عمو كده هيفرق معانا كتير والله يا حبيب قلبي. بس يا سجودة ساجدة. لا يا ماما مش فاضية. استني يا ساجدة ماما خلص المواعين وهتشيلك يا سجودة. أنا بحب لما تكون عندي أطباق كده بغسلها كلها وبعدين أرجع أشطفها كلها مرة واحدة، ما بتاخدش وقت معايا وبخلص المواعين كلها ما بتتمش والله يا حبيبي. النهارده كنت بعمل لها رسم سمع ورسم مخ عشان العملية بتاعتها. داخلين البيت يعني الساعة 3:30، الساعة 8 داخلين الساعة 3:30. فالحمد لله والله على كل حال، يا رب ما يكتبها على حد فيكم أبدا ولا على ضناكم، وربنا يشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. بس يا سجود ايه يا ماما هاتي اهو. بصوا دي سجودة بس بقى ايه اهي سجودة، بس كانت النهاردة مغسللها شعرها كويس عشان تعمل رسم سمع، ما هي رسم مخ ولا ايه معلش، عشان رسم المخ يا حبايب قلبي ما ينفعش تكون غسلة شعرها ما يكونش فيه زيت خالص، عشان بيربولها كده زمزم سلوك كده في راسها. فادعوا لها كده ربنا يشفيها يا رب، ربنا يشفينا ويشفينا ويطمنا عليها.
بس يا ساجدة، بس يا سجود. سجود عايزة تساعد ماما في غسيل المواعين. سجودة، سجودة، يلا ادعوا لي يا حبايب قلبي. بس يا ماما، بس يا ماما، تشرب الخل ولا ايه؟ ساجدة بس. لا يا ماما. ساجدة، عايزة انبوب؟ خدي انبوب، خدي ماما. انا كل شويه كده بمشي وارجع تاني. معلش يعني بعمل سنه كنافه للولاد. فوالله العظيم كل شهر احوص على عشان خايفاها تنحرق في كل بيت. والله انا اللي بقعد خالص يعني. الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر على ابتلاء ربنا. الحمد لله انا احسن من غيرها كتير. والله النهارده كنت وانا بعمل لبنتي رسم سمع ورسم مخ يعني. فربنا يا رب يشفي كل مريض يا رب. قابلت واحدة ببنتها، والله أنا مش متذكرة اسم البنت لأنه هو اسم جميل كده، بس إيه يعني كتير قوي كده فمش متذكرة. يا رب يشفيها ويشفي مرضانا. عندها سرطان في الدم وفي القوقعة في الودن. يا ريت كلكم تدعوا لها يا حبايب قلبي إن ربنا يشفيها يا رب ويشفي كل مريض. إن فعلا بجد هي محتاجة دعوتكم جدا يعني. ساجدة بس يا ماما. اسكتي، اسكتي سجودة. فيا ريت يعني اللي يسمع الفيديو ده يا حبيب قلبي ويوصل لحد هنا يدعي لها يا رب بالشفاء العاجل هي وبنتي وأمة المسلمين من رب العالمين. وكل مريض يا رب يسألنا ما يعلم بغير وجع ربنا إن ربنا يشفيوش في كل مريض يا رب. إن فعلا يا حبايب قلبي أطفال زي دولت حبايبي، طفلة زي ديت لسه عمرها 3 سنين بتاخد كيماوي يعني. محدش عالم بتاعتها إلا ربنا سبحانه وتعالى. فيا رب اشفيها يا رب لمامتها وباباها يا رب. ساجدة بس. خدي ماما. بس كده يا حبايب قلبي شطبت المواعين الحمد لله يا رب. عيننا يا رب وادينا الصحة. اغسل الأوض كده. اوعي ساجدة، ساجدة اوعي. خدي ماما.